السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه مع قناة سيسترز فود؟ الوصفات البسيطة والسهلة. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة شتوية جميلة جدا وموفرة جدا وليها قيمة غذائية عالية وبأقل تكلفة. هنعمل مع بعض السبانخ الخضراء. احنا عارفين ان احنا بنجيب الربطتين 3 ب5 جنيه، يعني هتعملي طبق او اتنين في حدود 2-3 جنيه، وليهم قيمة عالية جدا. هنجيب الحلة بتاعتنا وننزل بمعلقتين 3 من الزيت، ممكن نستبدلهم بمعلقة سمنة او شوية دهنة حسب اللي انتي حابة تطبخي بيه. هننزل بحباية متوسطة من البصل، مقطعينها تقطيعة متوسطة. هنشوح البصل بتاعنا وننزل عليه بشوية فلفل اسمر واحنا بنشوحه عشان بيدي نكهة جميلة. يا دوبك احنا بنشوح البصل بس ما بنصفرهوش. بعد كده بننزل بحبتين من الطماطم متقطعين تقطيعة صغيرة، او ممكن نبشرهم بس ما يكونوش مضروبين في الخلاط. هنبدأ بقى نقلبهم ونسيبهم يتسبكوا مع بعض مع شوية كمون، شوية صغيرين من الملح. كمان هننزل بمكعب مرقة، بس انا هحط نصه بس لان انا هعمل كمية صغيرة. لو انت عندك شوربة بتستبدلي بتستغني عن المكعب بتاع المرقة وبتحطي كوباية من الشوربة. انا مش هستخدم شوربة، هحط مكعب من المرقة وهبدأ اسيبها تتسبك، ما احطش عليها اي مية. هي هتتسبك منها فيها كده مع بعضها. اول ما تشرب المية بتاعتها طبعا بكون مهدية النار عليها علشان ميتها ما تنشفش بسرعة وتتسبك معايا والبصل والطماطم يستووا. يبقى فاضل نسبة مية بسيطة. هكون مجهزة السبانخ بتاعتي، غسلاها كويس ومقطعاها، ومقطعة معاها كمان شوية خضرة. هنبدأ ننزل بالسبانخ بتاعتنا في التسبيكة، وما ننزلش بأي مية نهائي لأن السبانخ بطبيعتها بتنزل مية كتير وهي بتستوي. هنقلب بقى السبانخ في التسبيكة بتاعتها ونسيبها تستوي على نار هادية. اول ما تشرب المية بتاعتها يبقى فاضل يعني شوية مية بساط جدا، بكده تبقى هي جاهزة واستوت. هنسيبها بقى تتسبك مع نفسها وتستوي. طبعا بالصفي بتخس النص اصلا لان باقي كلها 3/4 مية. الحلة بتبقى مليانة معاكي، في الاخر بتلاقيهم شوية صغيرين بس ليهم قيمة غذائية عالية جدا. هي كده استوت معانا، فاضل فيها شوية مية صغيرين. هنبدأ بقى نقدمها طبعا بالعيش والمخلل واي حاجة احنا حابينها بقى، يعتبر معاكي صنف في الوجبة بتاعتك ليه قيمة غذائية عالية ليكي ولأسرتك وبكلفة قليلة جدا. اتمنى الفكرة تعجبكم واتمنى ان انا اكون افدتكم، وان شاء الله مكملين مع بعض في وصفات بسيطة وسهلة، ونتقابلوا على خير في وصفة جديدة، والسلام عليكم.